قصة كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى حصل تواصل معاه حاليا فعلا انه يتولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك. كابتن طارق مصطفى ما عندوش اي مانع، ولكن من حقه يطلب شروط. على فكرة مش عيب ان هو يتشرط على نادي الزمالك، ودي مش تناكة منه ولا حاجة. كابتن طارق مصطفى دلوقتي اصبح من اهم المدربين داخل الدوري المصري، فهو من حقه يحافظ على اسمه، لان مجازفة كبيرة جدا انه يمسك حاليا نادي الزمالك في وقت الزمالك فيه وضعه صعب. فبالتالي ممكن ووارد جدا برضو انه يفشل مع نادي الزمالك، وده لو حصل هيبقى حرق اسمه جدا جوه الدوري المصري، فبالتالي مش هيلاقي فرقة تانية تشغله. حاليا كلنا عارفين ان كابتن طارق مصطفى المدير الفني للنادي البنك الاهلي راتبه حوالي 600 ألف جنيه في الشهر. هو لما اتكلم مع مجلس إدارة الزمالك طلب انه يبقى له عقد، ودي حاجة مش عيب، لانك لو هتجيبه شهر ولو خسر ماتش بيراميدز تقوم قايل له مع السلامه وتوجه له الشكر، طب هيبقى كده حرق نفسه بنفسه، بعد ما هو دلوقتي في البنك الاهلي عامل نتائج كويسه وعامل طفره مع الفرقه. بعد ما كانت الفرقه كل سنه بتنافس على الهبوط، اصبح الفرقه دلوقتي ليها وضعها بيتعمل لها ألف حساب قدام الزمالك والأهلي وبيراميدز. الفرق الكبيرة بتعمل لفرقة البنك الأهلي دلوقتي ألف حساب. فهو أول حاجة طلب إنه يبقى له عقد، وكمان قال إنه يبقى له راتب كويس ما يقلش عن راتبه الحالي مع النادي البنك الأهلي اللي هو 600 ألف جنيه. طبعا انت بالمقارنة لو انت الجهاز الفني الحالي بياخد 80 ألف دولار أو 85 ألف دولار، يعني انت بتتكلم ما بين 4 و5 مليون جنيه كل شهر. وإمكانيات أصلا المدير الفني الحالي مستر جوزيه بيسيرو أنا آسف مش هتبقى زي كابتن طارق مصطفى، لان كابتن طارق مصطفى شغال بخامه ما يعلم بها الا ربنا، وعمل معاك ماتش كلنا شفناه، انما المدير الفني بتاعك على باب الله. تاني حاجه، في شرط مهم جدا عشان كابتن طارق مصطفى يقدر يجي نادي الزمالك طبقا للائحة لازم يتم اقالته، مش هو اللي يستقيل، لان لو هو استقال مش هيبقى له الحق انه يدرب فريق موجود في نفس الدوري اللي كان فيه فريقه الحالي. يعني هو استقال دلوقتي من البنك الاهلي، ما يقدرش يدرب اي فرقة تانية جوه الدوري المصري، ممكن يطلع بره مصر عادي. ولكن لو تمت هو اقالته من البنك الاهلي كده من حقه انه يمضي لاي فريق جوه الدوري المصري الدوري الحالي اللي هو فيه يعني، ودي طبعا طبق لوائح الفيفا مش بمزاجه. حاجة كمان يعتبر يعني الموضوع واقف على موافقة البنك الاهلي. لو موافقة البنك الاهلي تمت خلاص اعتبر مستر جوزيه بيسيرو ودع نادي الزمالك، واللي هيمسك مكانه كابتن طارق مصطفى، ده مربوط بده حاليا. من ضمن الاسماء اللي تم ترشيحها على نادي الزمالك وحصلت مفاوضات فعلا ما بين مجلس اداره الزمالك وما بينه كابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي كلنا عارفين انه ليه تجارب سابقه جوه الدوري المصري سواء مع اسوان او مع سيراميكا كليوباترا، وحقق بطولتين مع سيراميكا كليوباترا، وحقق فوز مع اسوان على نادي الزمالك في مباراه قطار اسوان الشهيره اللي من بعدها اختفى نادي الزمالك. غير طبعا انه كان شغال في الامارات وعامل يعني لنفسه سيرة ذاتية حلوة جدا في الدوري درجة تانية الاماراتي، وفي الدوري الاماراتي نفسه برضه اشتغل فترة مش بطالة. ولكن المدير الفني يعني مشكلته انه راجل محترم زيادة عن اللزوم، ما بيعرفش يفرض شخصيته على الناس. ده طبعا مش شهادتي انا، ده شهادة الكتير منه، يعني ان هو شخصية محترمة جدا وراجل مؤدب، فما يعرفش يفرض سيطرته على اوضة اللبس. عموما نتمنى انه يتم اختيار المدير الفني الانسب، واتمنى يكون من ابناء نادي الزمالك. مستر جوزيه جوميز حصل معاه تواصل فعلا مع مجلس إدارة نادي الزمالك انه يتولى نادي الزمالك بعد انتهاء عقده الحالي مع ناديه. طبعا عقده الحالي مع ناديه بينتهي يعني قبل نهاية الشهر فبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك اتكلموا معاه وطلبوا منه اللي هو يمسك نادي الزمالك ويعود تاني، ولكن
كان ليه بعض الشروط ديت اولها انه هو فقط اللي يبقى مسؤول الاول والاخير عن ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك، وان ما يجيلوش صفقات او ما يتفرضش عليه صفقات زي ما حصل مع مجلس الادارة الحالي. وحط بعض الاسماء بالذات، قال الناس دي ما تتعاملش معايا تاني جوه مجلس ادارة نادي الزمالك، غير انه حط راتب الله اعلم هو كان بالظبط، وقال ان هو ده الشرط بتاعه عشان يعود لقيادة نادي الزمالك، وانه اكد ان ما عندوش اي مشكلة انه يرجع الزمالك، وانه له الاولوية داخل الشرق الاوسط لو حب يدرب اي نادي، فبالتالي نادي الزمالك اسم كبير وهو اللي ليه الاولوية انه يروح له في الفترة الجاية. رابطة الأندية المحترفة المصرية قررت إنها تسترجل وتشرب بريل، وقررت توقيع عقوبة على النادي الأهلي بحرمانه من الحضور الجماهيري لمدة مباراتين قادمتين، مباراة الأهلي مع المصري والأهلي مع سيراميكا كليوباترا بعد حادثة السباب الجماعي في آخر مباراة للنادي الأهلي واللي فاز بيها الأهلي بنتيجة 5-0. يوم الخميس المقبل ان شاء الله بعد بكرة هيكون في قرار منتظر من لجنة الاستئناف داخل اتحاد كرة القدم بشأن عقوبات مباراة القمة الاخيرة اللي تم الغائها بعد عدم حضور الاهلي للمباراة. طبعا تم احتساب الاول النتيجة فوز الزمالك 3-0 وخصم من الاهلي 3 نقط في نهاية الموسم، ولكن رابطة الأندية خرجت بقرار غريب وقالت إن في ظروف قهرية منعت الأهلي من حضور اللقاء، فبالتالي تم احتساب النتيجة 3-0 للزمالك، ولكن لم يتم خصم 3 نقط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. طبعا قرار إلغاء خصم النقاط من النادي الأهلي ده اللي خلى فيه استئناف على القرار، فبالتالي هيتم النظر في الاستئناف وهيتم يعني وضع قرار نهائي بشأن العقوبات على النادي الأهلي، سواء هتستمر زي ما هي بدون خصم النقاط أو هيتم إقرار خصم النقاط، أو ممكن تلاقي قرار عجيب خارج التوقعات وتلاقيهم بيقولوا لك دي في ظروف قهرية فعلا ويتم إعادة المباراة والزمالك ما يحضرش ويحتسب اللقاء فوز الأهلي. كل شيء حاليا أصبح مباح داخل المنظومة الكروية في جمهورية مصر العربية الحبيبة. يا رب تعدي على خير. أقاويل خارجة بتقول إن مجلسين إدارة نادي الزمالك ونادي بيراميدز اتفقوا اتفاق نهائي إن مفيش فريق منهم هيلعب مباراة الجولة القادمة يوم الخميس المقبل قبل إعلان نتيجة لجنة الاستئناف واعتماد نتيجة خصم النقاط من النادي الأهلي، ولو ده ما اتطبقش محدش فيهم هيلعب الجولة ويبقى كده الدوري يعتبر باظ. يا رب فعلا يكون في اتفاق على كده، نتمنى ذلك. اليوم واحنا كلنا منتظرين ان يتم قرار ان تغيير الجهاز الفني بالكامل او تغيير المدير الفني مستر جوزيه بيسيبو، نتفاجئ ان خارج قرار من داخل نادي الزمالك بتوجيه الشكر للكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، وده قرار غريب كأن كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة هو السبب في كل اللي حصل لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وقرار غريب فعلا. عموما موقف المدير الفني مازال غامض حتى الآن. المرشحين لخلافة كابتن عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: المرشح الأول وهو الأقوى حاليا كابتن عبد الحليم علي العندليب، ودوت يعني يعتبر بنسبة تتعدى 80% هو مدير الكرة القادم. وفي كلام تاني عن كابتن محمد ابو العلا، ولكن جميع الاسهم بتتجه حاليا ناحية كابتن عبد الحليم علي.